سلام في فيديو جديد ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الفيديو تاع نهار اليوم راح نخدم معكم هذه لي طارطولات طارت الليمون المنعش. مع وقته درك وقت الليمون خلينا نغتنموا الفرصه ونديروهم في ديارنا خير ما نشريوهم من برا. راح نعطيكم ثاني لاميرينغ بواحد الطريقه سهله جدا، كاين بزاف اللي ما تنجح لهمش لاميرينغ وتهبط لهم ولا ما تطلع لهمش خلاص ولا تطلق الماء. بالطريقه هذه راح تنجح لكم. وراح نخدم ثاني بواحد الكريمة، واحد البنة اللي فيها وثاني واحد القوام اللي عليها. ما شاء الله واحد الكريمة تهبل، ان شاء الله تجربوها برك، على بالي ماكمش راح تزيدوا تستغناو عليها. فيها واحد المكون يخلي واحد القوام تاعها متماسك وفيه، يعني ان شاء الله كي تجربوها وذوقوها باش تفهموا واش راني قاعدة نهدر. هذو هما حبيت نقسم لكم في بداية الفيديو باش تشوفوه. أول حاجة نبداو بالكريمة. هنا الكأس المستعمل راهو يهز 220 مليلتر. نديرو كاس حليب ونزيدو نصف كأس نتاع عصير الليمون اللي صفيناه من قبل، يعني نصف كأس هي 110 مليلتر. ونزيدو ثاني نصف كأس تاع سكر بنفس الكأس كيلنا. عندي هنا مبشور تاع ليمون، وعندي هنا بيضة كاملة. تحبوا ديروا زوج صفار وتخليو البياض من بعد لاميرينغ، ولا تحبوا ديروا الطريقة هذه اللي درتها أنا. راح نحرك هكذا المقادير ونزيد هنايا عندي ملعقة نتاع نشا وعندي ملعقة نتاع فرينة. كي نوزنوهم مع بعضاهم راح يجيو حوالي 27 غرام، من 27 غرام حتى 30 غرام ديروا. شوفوا الفرينة راح تمدلها واحد القوام للكريمة، واحد القوام رائع، يعني خلطوا خير مما ديروا زوج مغارف تاع نشا. نخلط هذا المقادير كامل مع بعضها، ومن بعد راح نحطها فوق نار متوسطة حتى نتحصل على كريمات ثقيلة تبدا تثقال شوية. نقصوا لها النار ونبقاو نحركوا. نتحصلوا على هذا الكريمة. باش ما تتحرقلكمش نقصوا لها النار. هنا زدت لها 50 غرام تاع لا مارغرين، ديروا مارغرين اللي ما تكونش فيها لوغو قاطع، يعني ما يكونش فيها لوغو مش مليح. هنا عندي عطر الليمون، تحبوا ديروه تحبوا تستغناو عليه، من الافضل تستعملوا عطر الليمون اللي يجي لونه اصفر، او كاين زوج انواع تاع القراع هذوك الكبار اللي يتباعوا في المحلات اللي يفرغوهم في هذا القرع الصغار. كاين زوج انواع، كاين اللي لونه اصفر يعني عطر وملون في نفس الوقت، وكاين هذا. حاولوا تستعملوا الاخر اللي يجي اصفر باش يمدلكم لون للكريمه نتاعكم. راح نبقى نحرك هكذا حتى تذوب هذيك لا مارغرين، ومن بعد راح نحطها في الصحن ونديلها بابي فيلم، ما نخليش الهواء يدخل لها، يعني نفيلميها اون كونتاكت وندخلها للثلاجة نحطها في الفريجيدار تبرد. نبداو أول حاجة كيما شفتوا راني بديت الساع بالكريمة خاطر هي راح تدي شوية وقت باش تبرد لنا وتتماسك، ومن بعد نخدمو عجينة الصابلي اللي حنديروها في لي فون دو طارت تاعنا. عندي 125 غرام تاع لا مارغرين تكون بدرجة حرارة الغرفة، وعندي 50 غرام تاع سكر ناعم اللي غربلته من قبل، وعندي ثاني صفار بيضة تكون حتى هي بدرجة حرارة الغرفة، مبشور نصف ليمونة، وعندي ثاني قليل من لافاني هزو غير على راس المغرف تاع لافاني. راح نخلط هذه المقادير كامل مع بعضهم، تحبوا تستعملوا يديكم ولا الملعقة ولا لافوي كما تحبوا. راح نخلط هذوك المقادير هك مليح حتى يتجانسوا المكونات. وراح نضيف الفرينة نشفها بالفرينة. ما استعملتش هنايا نشا، ما حبيتهاش تجي خفيفة بزاف، حبيتها تجي متماسكة، سورتو راح نزيد ندير لها لا كريم من الفوق. هنايا راح نزيد ثاني خميرة كيميائية. شوفوا راني هزيت غير على راس المغرف، كمية قليلة خلاص، المغرف الصغيرة خلاص تاع القهوة ماهيش لي كبيرة شوي. شوفوا قداه هزيت هكذا، ونكمل نلم بالفرينة. كي نلمو العجينة ما نعجنوهاش، نبقاو غير نديرو في الفرينة ونلمو خاطر كون نعجنوها راح تفزدنا. ديروا العجينة تاعكم تكون متماسكة، ديروها متماسكة مليح هكذا باش ما يهبطوا ما يفسدوش الشكل تاع لي فون دو طارت تاعكم. الكمية هذه نتاع الصابلي دارت لي 11 حبة. وبالنسبة للكريمة
اللي تحب الكريمة نتاعها دير لها 11 حبة، دير نصف الكمية اللي عطيتها تاع الكريمة، خاطر أنا الكريمة راهي فضلت لي وعمرت بها هاذوك الكؤوس الصغار، ولا تحبوا تضاعفوا عجينة الصابلي هكذا باش تطيح لكم مع الكريمة اللي خدمتوها. هنايا راني قاعدة نضيف الفرينة ونلم كيما راكم تشوفوا وحتى نتحصلوا على هاد العجينة. وهنا راح نبدا نعمر هذوك لي فون دو تارت كيما قلت لكم راهي راح دير لكم 11 حبه. انا درت الحبات هذو درت ثاني اخرين دي باركات وهما راهم يهزوا نفس الكيل تاع العجينه يعني تعطيكم 11 12 حبه. شوفوا كيفاه دخلوا مليح هذيك القاعدة كيما راني نخدم هكذا وسيرتو الحراف ضموا مليح وانا نحب نخلي شوي العجينة تكون شوية خشينة مش خشينة بزاف بصح ما نحبش نرققها في ليمون نحب ناكل شوي لاباط سابلي. شوفوا هنا كيفاه تخدموا هكذا مليح على الأحراف ومن بعد نحيو الزوائد تحبوا تخدموها كيما نخدم أنا بيدي ولا تقطعوهم بالموس هكذا بالطريقة هذه. راح ندير لهم ثقوب من الفوق بالفرشيطة ولا بالكوردون وندخلهم للفور يطيبوا على 180 درجة. كي نحطهم يطيبوا تحبوا ديروا لهم حبوب جافة من الفوق باش القاعدة هذيك ما تطلعش ولا ديروا كيما ندير أنا نحطهم يطيبوا ومن بعد كي نشوفهم طلعوا نخرج هذاك المول البلاطو هذاك اللي تاع الفور نخرجو ونضغط عليهم بيدي ولا نعاود ندير ثقوب واحدة أخرى من الفوق باش يخرج هذاك الهواء وتهبط هذيك القاعدة نتاعهم ويبقى الشكل تاعهم يعني مليح. هنا راح نخدم معاكم لا ميرينغ راح نوزن أول حاجة عندي بياض البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة من أسرار النجاح نتاعو لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة يعني تجبدوه ليلة من قبل هذاك البيض ما يكونش في الفريجيدار وإذا جبتوه من الفريجيدار حطوه في ماء دافي حطوه حوالي ربع ساعة ولا نصف ساعة في ماء دافي ومن الأحسن يكون يعني بايت في الكوزينة خارج الفريجيدار هكذا. هذا بياض البيض عندي هنا أنا هنا وزنته راهو مدلي نورمالمون مدلي 73 غرام. هاه 73 غرام هنا راه يبانت معاكم ولازم يكون الإناء نتاعنا ثاني ماهوش مبلول والبيض ثاني كي تغسلوه خليوه حتى ينشف ما تخليوهش مبلول لازم ما يكونش خلاص الماء في الإناء نتاعنا. هنا راح ندير ضعف الكمية نتاع السكر يعني درت 73 غرام تاع البياض البيض هنا عندي 146 غرام نتاع سكر عادي ماهوش سكر ناعم. هنا راح نحط هكذا الصحن نتاعي فوق الماء فوق حمام مائي لازم الصحن من التحت ما يلامسش هذاك الماء ونبدأ نطلعه هكذا فوق النار نقصوا النار ما تكونش قوية بزاف خليو الساعة هذيك الماء يغلي ومن بعد حطوا الصحنة نتاعكم وبداو طلعوا كيما تشوفوا راني قاعدة نطلع فيه كي يوصل للقوام هذا كيما راكم تشوفوا هكذا راهو مازال يسيح مازال يحتاج نطلعه نحيوه من فوق النار خرجوه هكذا وبقاو حركوا فيه بقاو خدموا فيه مليح هو ويدي شوي وقت اخدموا فيه مليح حتى تتحصلوا على الميرينغ اللي تكون متماسكة. شوفوا هنا كيفاش تعرفوا بلي متماسكة كي نهزو هكذا تلقاوها ما تسيحش هكذا تلقاوها مازالت واقفة ما تسيحش هكذا يعني صايي تطفيو الباتور تاعكم. وهنا بعد ما طابوا لي فون دو طارت وبردوا نديموليوهم نحيوهم من الليمول تاعهم ونخليوهم يبردوا مليح. هذه الكريمة بعد ما جبتها من الثلاجة تحبوا تعاودوا تخبطوها بالباتور ولا تحركوها هكذا بيديكم برك بالملعقة. أنا حركتها غير بالملعقة ونبدأ نعمر في هذوك لي فون دو تارت كيما راكم تشوفوا معايا هكذا في الفيديو. صدقوني الكريمة هذه عندها واحد القوام وواحد البنة إن شاء الله تجربوها على بالي راح تعجبكم منعشة وتوليو ما تستغناوش عليها. هكذا نكمل نعمر الكمية اللي عندي وهنا كما تشوفوا عندي لابوش قصيتها هكا بالطريقة هذه بالمقص وراح نعمر لاميرينغ هذيك بالطريقة هذه نقلبوا لابوش هكذا ونعمرو راح تعطينا الشكل هذا.
وهنا لا ميرينغ اللي خدمتها راهي كفاتني، دارت لي هذه الكمية كامل اللي عندي، وزادت دارت لي 4 كؤوس هاذوك الصغار فوقهم دي غوزاس صغار. هكذا اللي تحب تعرف قداه لا ميرينغ قداه تخدم، واللي تحب تعمر طول الحبة مليح كيما هاد الحبات المدورين دير 3 بياض بيض. أنا هنا استعملت غير 2 بياض نتاع بيض. راح نزين هكذا بهذا الليمون، وراح نحرق هذيك لا ميرينغ هكذا من الفوق كيما راكم تشوفوا. واللي ما عندهاش هكذا تقدر دير الكويزينيار برك تشعل الكويزينيار وتميل شوي الحبة وتحرق هذيك لا ميرينغ اللي من الفوق. وهنا راح نحطهم في الفريجيدار يزيدوا يبردوا مليح، ومن بعد راح نقدمهم وبالصحة والهنا ان شاء الله. هذو هما لي فون دو طارت تاعنا، وجاو ما شاء الله كي البنة كي القوام كي الشكل. راح نزيد نقسم حبة قدامكم باش تشوفوا لداخل كيفاه جات. وهنا بالنسبة للكؤوس هذو الكمية تاع كريمة الليمون اللي بقات لي زدت لها حوالي 2 مغارف ولا 3 تاع كريمة شونتي اللي كنت طلعتها من قبل باش تولي موس. وحطيتها في هذا الكؤوس وزينتها من الفوق بلا ميرينغ. وعاودت حرقتها بنفس الطريقة. دارت لي 4 كؤوس هذه الكمية اللي بقات لي. وهنا راح نقسم حبة قدامكم باش تشوفوها لداخل كيفاه جات. ها شوفوا كيفاه جات هنا الكريمة وكيفاه جاو لي صابلي وكيفاه جات لا ميرينغ من الفوق. هنا وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله ينال إعجابكم، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله.